أنا نفسي أصحى الصبح بدري الساعة 5 الصبح، أحس بالنشاط والحيوية، وأقوم أشرب العصير الأخضر بتاعي، وأودي الولاد المدرسة، وأرجع أخلص شغلي وأعمل هواياتي كلها اللي بحبها، وأعمل كل الأنشطة اللي نفسي فيها. بس في الآخر كل يوم بصحى بلاقي نفسي الساعة 12 الظهر ما بعملش أي حاجة غير إني قاعدة أتفرج على التلفزيون. يا ترى أنا ليه مش عارف أبني العادات الإيجابية اللي أنا محتاجة أبنيها في حياتي؟ هو ده اللي احنا محتاجين نتعلمه مع بعض. هقول لك على طريقة سهلة. أول حاجة إن أنت اختار عادة كل شهر. ما تحطش حاجات كتير قوي، علشان ده في الحقيقة بيخليك ما تعملش حاجة خالص. ابني عادة. الأول ببدأ بالعادة دي، وأبدأ بأقل وقت ممكن، يعني ممكن 5 دقايق. بعد ما بعمل ال5 دقايق دول لمدة 30 يوم أقدر أزود، لأن بتبني لي وصلات عصبية في المخ تساعدني إن تبقى العادة دي روتين يومي في حياتي من غير ما أفكر فيها، زي أي روتين سلبي أو إيجابي أنت بنيته قبل كده. طب هتقولي أنا عملت ده قبل كده ومعرفتش أكمل، إيه المشكلة وإزاي هعالجها؟ عشان كده أنا بعمل لك تمارين كتير نتدرب فيها في كورس قيادة الحياة على الاستمرارية. إزاي تبقى أنت عارف تبني عادات صح، إزاي تبقى أنت قائد في حياتك وناجح في حياتك. ولو أنت حابب تشاركني الرحلة دي، اتصل بينا على الرقم الموجود تحت أو ابعت مسج واتساب.